اليوم فيديو مهم جدا للمبتدئات. القاعدة ديال أخذ المقاسات بطريقة جد مبسطة. إلا عجبكم الفيديو بارطاج، متابعة، لايك باش تعم الفائدة ويوصلكم دائما الجديد ديالي ونديو الأجر كاملين. نبداو على بركة الله. هنايا كنرسمو المانكان ديالنا. هنايا بالنسبة للمانكان رانا ماشي رسامة، نرسمو المانكان ديالنا عادي باش نشرح لكم هاد القاعدة هادي ديال أخذ المقاسات. وهنايا كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. اولا كنبداو بالكتيف، كناخذوا السنتيم ديالنا، كنعبروا الكتيف ديالنا من العظم حتى العظم هنايا، وكنحصلوا على انا هنايا عبرت وعطاني 40. هاد 40 هادي اشنو غادي ندير ليها؟ غادي ناخذها غادي نقسمها على جوج. هنايا من بعد كيفاش الطريقه باش كنقسمها على جوج؟ ماشي ضروري تستعملي العمليه ولا ديري الماكينه، فقط من سنتيم. كناخذوا 40 ديالنا وكنقسم السنتيم ديالنا تم البلاصه فين عبرنا 40 على جوج صافي، ونشوفوا شحال عطاتنا. يعني طريقه واضحه وبسيطه ومبسطه. هنا حصلت على 20، قسمت 40 عطاتني 20. وشنو كندير ليها؟ كنزيد ليها واحد ديال الخياطه. ها هنا سالينا بلاصه الكتاف عبرناها. هنايا غادي نعبروا ارتفاع الامام ديالنا. الارتفاع الامام ديالنا كنعبروا من الكتف حتى لتحت الصدر. هنا فين كنحصلوا على هاد العظيمات اللي كيكونوا هنايا تحت الصدر ديالنا فين كيحطوا يدينا، كنعبروها من تما. هنايا شحال عبرت فيها انا ارتفاع الامام؟ عطاتني 40. وهنايا ما كنقسمها ما حتى شي حاجه، كنخليها هي. المهم هنا من بعد ما عبرتها وعطاتني 40 كنحطها صافي. هنا من بعد ما حطيتها كنمشيو نخدموا دورات الصدر ديالنا. دورات الصدر ديالنا اش كان هنايا غادي نسطرها باش يكون الدرس مفهوم بزاف للمبتدئات. من بعد هنا ما سطرت هاد السطر ديال دورات الصدر غادي نعبروا شحال عطانا. هنايا انا عطاني 114. اش غادي نديروا لهاد 114 هادي؟ كنقسموها على 4. دائما دورات الصدر كنقسموها على 4. اش كنزيدوا ليها 1 سنتيم ديال الخياطه. كيفاش غنقسموها؟ كناخذوا السنتيم ديالنا كنحدوا 114 ديالنا في السنتيم كيف كتشوفوا، وكنحاولوا نقسموه على 4. انايا طويت السنتيم ديالي على جوج، وعاوتاني غادي نطويه على 4 كما كتلاحظوا معايا، بلا ما كندير العمليه ما حتى شي حاجه، كلشي من السنتيم. هنا من بعد ما قسمتها شحال عطاتني هنايا، وكنحاول نقد السنتيم ديالي باش ما يوقعش شي خطا ولا شي حاجه. هنايا عطاتني 29، وهذيك 29 هي اللي غادي نحط في المقاس ديالي. وشنو كنزيد ليها 1 سنتيم ديال الخياطه. من هنا الفيديو واضح جدا، غير اللي ما بغى يفهم. المهم هنايا كنحاولوا نسطروا عاوتاني دورات الحوض حتى هي كذلك. كناخذوا المقاس ديالها وكندوروا السنتيم ديالنا حتى كنحصلوا على هذا العبار اللي بغينا واللي عطانا السنتيم. هنايا عطانا 121. انا 121. شوفي نتيا شحال عطاك، عبري معايا العبارات ديالك وشوفي شحال عطاك. هنايا كناخذوا دورات الحوض ديالنا كنقسموها كذلك على 4. شنو كنزيدوا ليها 1 سنتيم ديال الخياطه. هنايا كنحاولوا كذلك نهزوا السنتيم ديالنا، نحدوا 121 ديالنا وكنقسموها على 4 غير من سنتيم، وكنشوفوا شحال عطاتنا. هنايا عطاتنا 30. من بعد ما قسمت السنتيم ديالي على 4 من 21 هنا عطاتني 30. انا غناخذ ديك 30 وغادي نحطها وغادي نزيد ليها دائما 1 سنتيم ديال الخياطه اللي كنقول لكم ما تنساوهش. صافي هذا هو القياس ديالنا. كنمشيو نعبروا الطول الكلي ديالنا. هنايا راه ماشي من تحت الابط، بل كنعبروا من الكتف ديالنا وحنا مستقيمين، والراس ديالنا مرفوع باش يتقاد لينا الطول مقاد بالعبار اللي بغينا واللي غيجينا موالم مع اللبسه ديالنا. صافي من هنا غادي نعبروا طول الكود ديالنا من الكتف حتى لهذا المرفق هذا كنعبروه، ولكن راه ما كنقسموش. عطانا 30 ما كنقسموش، هو كنحطوه كما هو. عاوتاني كنمشيو نعبروا طول الكم ديالنا من الكتف حتى لاسفل الكم اللي عطانا 59. كنزيد ليها 2 سنتيم ديال الخياطه حتى هي كذلك ما كنقسموهاش، كنحطوها كما هي. هنايا غنمشيو لدوره الدراع. اشنا هي؟ هاد الحيمه اللي كتكون عندنا في اليد ديالنا تحت الابط ديالنا هي اللي غادي ندوروا ليها السنتيم ونشوفوا دوره الدراع ديالنا. كما قلت لكم هنايا عبرتها
بالسنتيم ديالنا، وعطاتني 28 وقسمتها على جوج. كيفاش كنقسموا راه وريتو لكم بالسنتيم. عطاتني 19، انا هنا كتبت 18. نتوما ديروا الارقام ديالكم الصحيحه والعبارات ديالكم. ديما الا حطيت لكم الباترونات ديما كنقول لكم ديروا، واخا نحط الباترون درت المقاسات، نتوما ديروا المقاسات ديالكم باش تجيكم اللبسه زوينه وهي هذيك. المهم هنايا من بعد كندير اسفل الكم ديالنا اللي كنعبروه كذلك. عطاني 28، كنقسموه على جوج وكنزيدوا ليه 1 سنتيم ديال الخياطه. بهذه الطريقه هذه. المهم لا فيديو راه واضح جدا. الى عجبكم ديما كنقول لكم بارطاجيو وديروا متابعه لايك باش تعم الفائده ويوصلكم الجديد ديالي، وتديو الاجر كذلك. المهم هنايا غنخدم واحد القاعده اخرى اللي هي التركيز. هنا فقط راه كنكتب الاسماء باش يكون كلشي واضح للمبتدئات. غنكتب معكم واحد القاعده اخرى ديال التركيز ديالنا. كنزيدوا ليه 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5. الرقيقه والمتوسطه والمليئه هادو هما الارقام ديالهم. من بعد كنزيدوا ليها كنزيدوا زائد الكتاف اللي مقسومين على جوج. المهم تركيز كنزيدوا ليها جوج اولا 3 اولا 4 ولا 5، سيري على حساب الكليانه ديالنا. الرقيقه والمتوسطه والمليئه، وكنزيدوا ليها الكتاف مقسومين على جوج. المهم الدرس راه واضح جدا، غير اللي ما بغاش يفهم واللي ما بغاش يتعلم واللي ما بغاش يجتهد. المهم كنتمنى لكم التوفيق جميعا، وكنتمنى الدرس يكون واضح وبالصحه والراحه. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.